حبايبنا طلاب ثالثه اعدادي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد النهارده، مراجعه حساب المثلثات. نزلنا لك فيديو مراجعه هندسه جبار، يعني بقول لك صدقني اسمعه مش هتندم. فيديو مهم جدا جايبين فيه كل مسائل وكل افكار الهندسه. تعالى دلوقتي بقى نبدا مسائل حساب المثلثات. طيب يقول لي اذا كانت النسبه بين زاويتين متتامتين 3 إلى 5 اوجد قياس كل منهما. بص يا حبيبي، هتروح رايح عامل الزاويه الاولى إلى الثانية إلى المجموع. هو بيقول لي 3 إلى 5، يبقى 3 إلى 5 مجموعهم 8. واجي تحت المجموع أكتب 90. ليه قال 90؟ عشان متتمتين. عارف لو قال لي متكاملتين كنت قلت 180. سمي دي س وسمي دي ص، أو ما تسميهمش عادي، وروح اعمل مقصات. الزاوية الأولى بتساوي 3 في 90 على 8، والزاوية الثانية بتساوي 5 في 90 على 8. ودي دي للآلة ودي للآلة، والناتج اللي يطلع دوس لي الزرار ده اللي على الآلة اللي اسمه كوما، حولها درجات ودقايق وثواني. السؤال اللي بعد كده، أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب، فيه 3 أ ب بيساوي جذر 3 أ ج. اوجد النسب المثلثية لزاوية ج. واحدة واحدة. هو مثلث قائم في ب أهو، أدي أ وأدي ب وأدي ج. قال لي 3 أ ب بتساوي جذر 3 أ ج. لما يجيب لك المنظر ده سنة ثالثة، خد العدد اللي لازق في أ ب وديه عند أ ج، والعدد اللي لازق في أ ج وديه عند أ ب، ودي أنت عرفتها من التناسب بتاع الجبر، خد بالك. يلا، يبقى الأ ج هكتب عندها 3، أو أ ج هكتب عندها جذر، الأ ب هكتب عندها 3، والأ ج هكتب جذر 3. حلو، يعني خد الأ ب جنبها 3 حطها عند أ ج، وخد الأ ب الأ ج جنبها جذر 3 حطها عند أ ب. يلا بينا. طيب وبعدين روح هات لي ب ج من نظريه فيثاغورس. ده وتر ولا ضلع؟ ضلع، يبقى نربع ونطرح وناخد الجذر. طيب ربع دي 9، ربع دي 3، 9 ناقص 3 6، يبقى ده جذر 6 اهو. طيب عاوز النسب المثلثيه لزاويه ج. كلمه النسب المثلثيه يعني 3 حاجات: جا وجتا وظا. الجا يعني مقابل على وتر، والجتا يعني مجاور على وتر، والظا يعني مقابل على مجاور. يبقى جذر 3 على 3، جتا ج مجاور على وتر يعني جذر 6 على 3، والظا يعني مقابل على مجاور يعني جذر 6، جذر 3 على جذر 6، جذر 3 على جذر 6. يلا السؤال اللي بعد كده، مثلث أ ب ج قائم الزاوية في ج. ارسم. أول ما يجي لك حساب مثلثات ارسم أهو، ج وادي أ وادي ب. الأ ج دي ب6 والب ج دي ب8. أول حاجة تعملها تروح تجيب أ ب من نظرية فيثاغورس، ربع واجمع وخد الجذر عشان ده وتر، يطلع ب10. طالما كملت أضلاع المثلث أنت كده ماشي كويس. عايز رقم 1، جتا أ جتا ب ناقص جا أ جا ب. ادي الالف. جتا يعني ايه؟ مجاور على وتر يعني 6 على 10. جتا ب 8 على 10 ناقص جا أ 8 على 10 في جا ب 6 على 10 تطلع بصفر. المطلوب الثاني عايز زاوية ب. طب نجيب ب ازاي؟ بص يا حبيبي، مش دي ب، هات لها اي نسبة مثلثية، هات لها جا او جتا او ظا. وليكن مثلا هتجيب جا ب، الجا مقابل على وتر يعني 6 على 10، سيبها زي ما هي واعمل على الآلة شيفت. جا يعني ساين، هتلاقي الآلة كتبت لك كده ساين أس -1. حلو، اكتب لها 6 على 10 والتكة يساوي، هتجيب لك قيمة ب. بس ما تنساش طالما عايزين نجيب زاوية الترم ده في حساب المثلثات لازم بعد ما نخلص نتكة كوما. يلا السؤال اللي بعد كده، السؤال الرابع، أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب. حلو، ارسم. ادي مثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب. أ ج ب10 ب ج ب8. هات أ ب من فيثاغورس هيطلع ب6. عاوز اثبت ان ج تكعيب أ زائد 1 بتساوي 3 جتا تكعيب ج زائد جتا تكعيب أ. واحدة واحدة. أنا من النوع اللي بحب أمسك زاوية ج كده على جنب أهو، أجيب لها ج وجتا وظا، وامسك زاويه أ اجيب لها جا وجتا وظا.
دول كام حاجه كده؟ 6. علمتك واحنا في الحصه مع بعض في السنتر انك تجيب لي حاجتين بس والباقي تبدله. يعني ايه؟ جا جيم، الجا يعني مقابل على وتر، مقابل على وتر يعني 6 على 10. طب والجتا مجاور على وتر يعني 8 على 10. ما تبصش للسؤال تاني، عايز اجيب خد اللي فوق على اللي فوق، 6 على 8. هات الجا حطها عند جتا، هات الجتا حطها عند جا، خد اللي فوق على اللي فوق يبقى 8 على 6. وروح بقى شوف اللي هو عايزه. اقسم مسألتك نصين، طرف أيمن وطرف أيسر. طرف أيمن اسمه إيه؟ جا تكعيب أ زائد 1. الألف أهي ب8 على 10 تكعيب زائد 1. الأيسر اسمه إيه؟ 3 جتا تكعيب ج زائد جتا تكعيب أ. 3 في جتا ج اهي ب8 على 10 تكعيب 8 على 10 زائد جتا أ، جتا أ ب6 على 10 تكعيب. واحسب دي تطلع 512 على 1000 زائد 1 وطلع الناتج. دي تطلع 3 في 512 على 1000 زائد 216 على 1000. هيطلع رقمين قد ايه؟ قد بعض. يلا السؤال اللي بعد كده، مسألة شبه المنحرف يمكن انت كنت بتتلخبط فيها، فتعالى نقولها لك واحدة واحدة بسيطة خالص. أ ب ج د شبه منحرف، لازم تقرا تشوفه هو قائم في ب ولا مش قائم. ليه بقى؟ عشان هو لو قائم في ب، بص هيترسم ازاي؟ بص، هو لو قائم في ب هتعمل كده كده عشان تبقى ب قائم اهي، وتروح موصل كده. ده كده شبه المنحرف القائم في ب، اسمه ايه؟ أ ب ج د. الألف د بيوازي ب ج، والقايمة ب90. الألف ب ب3، والب ج ده كله ب6، والألف د ده ب3. عايز طول د ج بكام؟ وعايز قيمة ب جتا ب ج د. أولا أنت عشان تحل السؤال ده صح لازم توصل لي دي كده، وأنت اللي تبقى عاملها. يعني أنت اللي تبقى عاملها، يعني أنت بص، أنت في الامتحان هتروح تعمل كده. بص أهو الخط ده كده، بص بص بص، ده انت اللي هتوصله. طب هنقول له ايه بقى؟ هنسميه هنا ه، ما تسميهوش حرف موجود. قول له العمل اهو نرسم د ه عمودي على ب ج. بص بقى، دي 3، الشكل اللي انت عملته ده مربع لان كل زواياه قائمه. دي 3 يبقى اللي قصادها 3، ودي 3 يبقى اللي قصادها 3. حلو. هو قايل لي ب ج كله ب6، دي اخدت 3 يبقى دي اتفضل لها 3. حلو. عايز د ج، مش ده مثلث قائم من فيثاغورس؟ يبقى د ج الحل اهو بقى. د ج جذر 3 تربيع زائد 3 تربيع تطلع 3 جذر 2، تطلع 3 جذر ايه؟ 2. جبت ده 3 جذر 2. حلو، ده المطلوب الاول. المطلوب الثاني عايز جتا ب ج د، ب ج د، عايز جتا الزاويه دي. معظمنا بيتلخبط في السؤال ده. ليه بقى؟ لان لما اجي اقول لك فين المثلث القائم اللي فيه الزاويه اهي، ده المثلث اللي انا هشتغل فيه، مش هروح اشتغل بره ده، يعني مش هقول ده المجاور 3 بس، لان الزاويه في مثلث قائم لحد هنا، فهقول جتا ب ج د يعني مجاور على وتر، يعني 3 على 3 جذر 2. لو اختصرت دي بالآلة، الآلة هتقول لك دي جذر 2 حل 2. دي صح ودي صح. يلا بينا السؤال اللي بعد كده. مثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب، قائم الزاوية، تعال نظبطها لك بس كده. يلا اهو مثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب. أ ج ب 13 وب ج ب 12. اتفقنا ان احنا نرسم مثلث قائم الاول اهو. ادي مثلث قائم الزاوية في ب. أ ج ب 13 وب ج ب 12. على طول جري اروح اجيب الالف ب من نظرية فيثاغورس. 13 تربيع ناقص 12 تربيع يطلع ب5، يبقى دي 5. عايز يثبت ان جا تربيع ج زائد جا تربيع أ ب1. طب ما تيجي نجيب جا أ او جا ج تربيع زائد جا تربيع أ. هو الجا ج مقابل على وتر، يعني 5 على 13 بس دي تربيع. الجا أ
مقابل على وتر، يعني 12 على 13 بس تربيع، يطلع 25 على 169. 144 على 169 تدينا كام؟ 1. يبقى إذا جا تربيع ج زائد جا تربيع أ يدينا كام؟ 1. يلا السؤال اللي بعد كده. أ ب ج مثلث فيه، ما قالش قائم، ها؟ فارسمه كده. أدي أ وأدي ب وأدي ج. أ ب ب10 وأ ج ب10. ب ج ب12. رسم أ د عمودي أهو. عمودي يعني دي في المنتصف، يبقى دي 6 ودي 6. حلو. عاوز اجيب أ د. باشا فيثاغورس، جذر مثلث ده او ده قائم وده قائم، يبقى 10 تربيع ناقص 6 تربيع يطلع ب8. ده كلام جميل جدا. اثبت ان ج تربيع ج زائد ج تربيع ج تساوي 1. واحده واحده. ادي الجيم. الجا يعني ايه؟ مقابل على وتر، يعني 8 على 10 تربيع. جتا ج 6 على 10 تربيع. الآلة تقول لي كام؟ 1. يبقى الناتج ده ب1. أ ب ج ده المستطيل. طب ايه دخل المستطيل في حساب المثلثات؟ تعالى نشوف. بص يا سيدي اهو، أ ب ج ده المستطيل، ماله يا مستر؟ هنشوف فيه ايه. أ ب ب5 وده ب12. واحدة واحدة. أول حاجة وصل لي أ ج كده. ليه؟ عشان يبقى ده مثلث قائم. تعرف تجيب أ ج؟ من نظرية فيثاغورس. جذر قوسين تربيع وما بينهم زائد 12 تربيع زائد 5 تربيع يطلع ب13. حلو قوي. طيب عاوز زاوية أ ج ب. بص عايز الزاوية دي. أعلمك تجيب الزاوية بطريقة سهلة قلت لك عليها. تمسك الزاوية تجيب لها يا جا يا جتا يا ظا. يعني مثلا انا جبتها لك بجا من شويه، تعالى نجيبها بظا. ظا يعني مقابل، ظا الزاويه اللي هي أ ج ب مقابل على مجاور 5 على 12. اعمل على الآلة شيفت، ماشي؟ شيفت دي ظا اللي هي تان، واكتب 5 على 12 والناتج اللي يطلع التكه كوما. جبت الزاويه. طيب عاوز 2 ظا أ ج ب في ظا ب أ ج. سهل، ادي 2. ده المطلوب الثاني، ها؟ ظا أ ج ب في ظا ب أ ج. ادي 2. ظا أ ج ب، أ ج ب اللي هي الزاويه دي. الظا يعني ايه؟ مقابل على مجاور، يبقى 5 على 12. ظا ب أ ج يعني ظا الزاويه أ، يعني مقابل على مجاور اللي هي 12 على 5. طبعا دي هتروح مع دي يدينا كام؟ 2. السؤال اللي بعد كده. أ ب ج شبه منحرف، خلاص خدناه، وقائم الزاوية كمان. دي برضه خدناها بس هرسمها لك عشان تطلعها مظبوط. بيقول لي أ ب ج مثلث مش قائم، ها؟ ما قالش إن هو قائم. يبقى أ ب ج أهو. الأ ب ب5 والأ ج ب5. بص هتعمل إيه؟ قال لي أ د عمودي، يبقى لازم ده يبقى عمودي. وب ج ده كله ب6. طالما مثلث متساوي الساقين يا ابني، العمودي ده بيكون في المنتصف، فدي تبقى 3 ودي تبقى 3. حلو. تعرف تجيب أ د؟ اعرف اجيب د. أ د من نظريه ايه؟ فيثاغورس، واخلص مسالتي واجيب بقى اللي هو عايزه. أ ب ج مثلث قائم الزاويه في ج. ارسم مثلث قائم في ج اهو. أ ج ده ب6 ب ج ده ب8. اثبت ان الكلام دوت بيساوي 0. اولا لازم تجيب دي تطلع من فيثاغورس ب10. هروح اجيب زاويه ب، اجيب لها جا وجتا وظا. زاويه أ اجيب لها جا وجتا وظا. بص يا سيدي، جا ب مقابل على وتر، يعني 6 على 10. جتا 8 على 10. اقلب هنا يبقى 8 على 10 6 على 10. هنا 6 على 8 هنا 8 على 6. تعالى بقى نشوف اللي هو عايزه. هو عايز يثبت جتا أ جتا ب ناقص جا أ جا ب بتساوي 0. جتا أ بكام؟ ب6 على 8 6 على 10. جتا ب بكام؟ ب8 على 10. جا أ بكام؟ ب8 على 10.
جا ب بكام؟ ب6 على 10. احسب دول بالآلة واحسب دول بالآلة. تطلع بتساوي 12 على 25 ناقص 12 على 25 تطلع بصفر. يبقى إذا جتا أ جتا ب ناقص جا أ جا ب بتساوي صفر. السؤال اللي بعد كده أ ب ج د مستطيل أهو، مستطيل قلنا من شوية بس هنأكد عليها تاني. أ ب ج د. الألف ب ب5 والألف ج ب13. هات لي ب ج من نظرية فيثاغورس الأول عشان ده مثلث قائم. يبقى 13 تربيع ناقص 5 تربيع يطلع ب 12. حلو قوي، يبقى ده 12. كلام جميل. عايز زاوية أ ج ب، عايز الزاوية دي أ ج ب. زاوية أ ج ب هات لها ظا أو جا أو جتا. مثلا تعالى نجيب لها، خلي بالك كان ممكن ما اجيبش ب ج، هروح اجيب المرة دي تعالى نجيب جتا. احنا جبتها لك مرة بجا ومرة بجتا. جتا أ أو جتا أ ج ب، جتا أ ج ب. الجتا يعني مجاور اللي هو 12 على وتر اللي هو 13، واعمل شيفت جتا. جتا يعني كوزاين، واكتب 12 على 13 والناتج اللي يطلع ادوس ايه؟ كوما. يلا السؤال اللي بعد كده. أ ب ج شبه منحرف متساوي الساقين. دي غير اللي فاتت، عشان اللي فاتت كان شبه منحرف قائم الزاوية، ده شبه منحرف متساوي الساقين. تعالى اعلمك بيترسم ازاي ونحل مسألته ازاي. بص يا بطل، اولا هعمل قاعدة كده وهعمل ده بيوازيها كده ودي ودي، ده كده شبه منحرف متساوي الساقين. المفترض ان ده بيساوي ده. معطياتك أ ده ب4، أ ب بتساوي ج د بتساوي 5، وأ د بيوازي ب ج، وب ج ب 12. يلا المسألة دي مش تتحل يا حبيبي، المسألة دي مش تتحل إلا لو حضرتك وصلت دول كده. بص لو وصلت من هنا عمودي كده ووصلت من هنا عمودي كده مش هتتحل غير كده. طيب سمي ده ه وسمي ده واو وتكتب له زي ما قلنا من شويه العمل. نرسم أ ه عمودي على ب ج، وده الواو عمودي على ب ج. يعني ده عمودي كده وده عمودي كده. لازم اعمل له الرسمه دي في كراسه الاجابه، يعني لازم اعمل له الاجابه دي، لازم ارسم له الرسمه دي. بص ده بيوازي ده، ودي مثلثات ودي مثلثات قايمه، يعني الزوايا دي قايمه هي كمان، يعني الضلعين دول قد بعض. دي 4 يبقى دي 4. ماشي، المثلثين دول مثلثين متطابقين زي بعض في كل حاجه. فدي 12 اتفضل معايا 8، دي تاخد 4 ودي تاخد 4. تعرف تجيب الالف ه؟ اعرف اجيب الالف ه من فيثاغورس. جذر 5 تربيع ناقص 4 تربيع تطلع ب3. دي 3 يبقى دي زيها 3. بقى معايا مثلثات قايمه اعرف اجيب اللي انا عايزه. هو عايز قيمه جا تربيع ج، ادي ج الجا مقابل على وتر، يعني 3 على 5 تربيع زائد جتا تربيع ج مجاور على وتر 4 على 5 تربيع تحت ظا ب، ادي الب الظا مقابل على مجاور يعني 3 على 4 جتا ج، جتا ج لسه جايبينها فوق مجاور على وتر يعني 4 على 5. احسب اللي فوق دي بالآلة تطلع 1 واللي تحت دي الآلة تقول لك 3 على 5. 1 على 3 على 5 اللي هي 5 على 3. مسألة حلوة الشبه منحرف، خدها سكرين وذاكرها، مسألة جميلة يعني. يلا بيقول لي اوجد قيمة جا 30 زائد جا 60 ناقص ظا 45. واحدة واحدة. الجا 30 بكام؟ بنص. الجا 60 بكام؟ بنص. الظا 45 بواحد. نص زائد نص واحد. 1 ناقص 1 يدينا 0. لو انا مش حافظ الحاجات دي يا شباب، وانا مش حافظ قيمة جا 30 وجاتا 30 ومش حافظ الحاجات دي، ممكن اعملهم بالآلة. الجا على الآلة يعني ساين، الجتا على الآلة يعني كوزاين، الظا على الآلة يعني تان. دي يعني جا ودي يعني جتا ودي يعني ظا. هتكتب جا 30 بنص، الآلة هتقول لك نص. جتا 30 الآلة هتقول، جتا 60 الآلة هتقول لك نص. ظا 45 الآلة هتقول لك 1. فأنت ممكن تطلع كل ناتج لوحده بالآلة. يعني إيه كل ناتج لوحده بالآلة؟ يعني أنت مش بقيت شاطر بتعرف تعملها على الآلة تروح كاتبها كلها، مش هتاخد درجة.
مش هتاخد درجه. يلا السؤال اللي بعد كده بيقول لي بدون استخدام الاله الحاسبه اثبت ان الكلام ده بيساوي صفر. خد بالك بقى من الكلام اللي انا قلت لك من شويه، عايزه بدون استخدام الاله. عارف يعني ايه بدون استخدام الاله؟ يعني ما تروحش تكتبها كلها على الاله وتطلع الناتج، لا، لازم تعمل ايه؟ لازم حضرتك تطلع كل ناتج لوحده بالاله. يلا تعالى، انا عايز اجيب ج تربيع 45 ظ تربيع 60 ناقص 2 ج تربيع 60. واحده واحده. الجا 45 بواحد على جذر 2 تربيع. لو عملتها على الآلة هتقول لي جذر 2 على 2، جذر 2 على 2 هي 1 على جذر 2. ظ 60 بجذر 3 تربيع ناقص 2 في ج 60 بجذر 3 على 2 تربيع. فك لي التربيعات دي بالآلة واحدة واحدة. الآلة تقول لك تربيع دي نص، الآلة تقول لك تربيع دي 3 ناقص 2 تربيع دي 3 على 4. اضرب دول واضرب دول. الآلة تقول لك دي 3 على 2 ناقص 3 على 2. 3 على 2 ناقص 3 على 2 بكام؟ بصفر. يبقى إذا الجا تربيع 45 ظ تربيع 60 ناقص 2 جا تربيع 60 يساوي صفر. عايزك تاخد بالك قد إيه إحنا بنتعب عشان حضرتك. الفيديوهين بتوع الهندسة وحساب المثلثات دول واخدين تصوير حوالي 4 ساعات ونص. تخيل احنا 4 ساعات ونص واقفين قدامك قدام الشاشة او قدام الكاميرا عشان نوصل لك للفيديوهين دول. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعد كده. بدون استخدام الحاسبة عايز قيمة دول واحدة واحدة. جا 60 بجذر 3 على 2 تربيع. فهمنا بقى اللعبة، هعملها على الآلة، الآلة هتقول لي جذر 3 على 2. طيب ناقص ظ 60 بجذر 3 في، عشان لازقة مفيش ما بينها علامة يعني في، يا ريت ما بين كل زائد وناقص كده تاخد كل حاجه لوحدها، يعني تحسب دول لوحدهم ودول لوحدهم ودول لوحدهم. جتا 30 بجذر 3 على 2 زائد جتا 60 بنص في جا 30 بنص. طالما ما فيش بينهم علامه يبقى فيه. ربع دي بالاله 3 على 4. اضرب دول بالاله 3 على 4 زائد اضرب دول بالاله ربع. 3 على 4 ناقص 3 على 4 راحت يدينا ربع. يلا السؤال اللي بعد كده بيقول لي بدون استخدام الآلة الحاسبة اثبت ان ده بيساوي ده. خد بالك اثبت دي اللي قبل اللي يساوي ده اسمه طرف ايمن، واللي بعد اللي يساوي ده اسمه طرف ايسر. تعالى بقى نروح نجيب الطرف الايمن اسمه جا تكعيب 30. جا 30 دي بنص، كعبها تطلع 1 على 8. كعبها يعني اعملها اس 3. طيب الطرف الايمن طلع ب1 على 8 يبقى لازم الايسر يطلع ب1 على 8. لازم الايسر يطلع ب1 على 8. هات الايسر كده. الايسر ده اسمه 9 جتا تكعيب 60 ناقص ظ 45، يعني 9 في جتا 60 بكام؟ جتا 60 بنص تكعيب ناقص ظ 45 بواحد. فك التكعيب لاول خطوه كده. 9 في 1 على 8 ناقص 1 تطلع 9 على 8 ناقص 1 يعني 1 على 8. لازم يطلع الرقمين بيساووا بعض، قلت لك يعني لازم يطلع ده قد ده. يعني اذا جا تكعيب 30 بيساوي 9 جتا تكعيب 60 ناقص ظ 45. السؤال اللي بعد كده اوجد بدون استخدام الآلة الحاسبة او اثبت بدون استخدام الآلة الحاسبة ان دول بيساووا بعض. اتفقنا بقى. يلا مش لازم نكتب، انت بقى هتكتب طرف ايمن اسمه ايه الايمن؟ ظ 60 جذر 3 تربيع ظ 45 بواحد تربيع يعني 3 ناقص 1 يدينا 2. تعالى الايسر جا 60 جذر 3 على 2 تربيع جتا 60 نص تربيع 2 في جا 30 بنص. فك لي التربيعات دي 3 على 4 1 على 4 2 في نص بواحد. دول 1 زائد 1 يدينا 2. تروح كاتب له في الاخر اذا ظ تربيع 60 ناقص ظ تربيع 45 جا تربيع 60 زائد جتا تربيع 60 زائد 2 جا 30 بيساووا بعض. اثبت ان دول بيساووا بعض. سهله قوي. اللي قبل اللي يساوي اسمه طرف ايمن ظ 60
ذا 60 دي يا مستر بكام؟ بجذر 3. اللي بعد اللي يساوي طرف ايسر 2 في ذا 30 بواحد على جذر 3 على، انا همشي مع المساله وهعوض، 1 ناقص ذا 30 بواحد على جذر 3. طيب اضرب دول 2 على جذر 3 على، احسب دي 1 ناقص تلت، يعني 2 جذر 3 على دول كده 2 على 3. لو كسبت دي على الآلة هتقول لك جذر 3. مستر هي جت ازاي جذر 3؟ بص الآلة بتحول القسمة لفي، ودي 3 على الاتنين، الاتنين راحت مع الاتنين، الآلة بتحسبها ازاي بقى؟ 3 على جذر 3 تضرب فوق وتحت في جذر 3 تطلع 3 جذر 3 على 3 يطلع بجذر 3. انت مالكش دعوه بالفيلم ده كله، انت اكتب دي على تطلع جذر 3، يبقى اذا الطرفان متساويان. يلا كمان واحده، دي خدناها من شويه بتاعت التكعيب. يا نهار ابيض بص عامله ازاي بدون استخدام الآلة. اثبت ان ده كله بيساوي ذا 45. خليك ناصح، مين الاكبر؟ مين الاكبر، الطرف الايمن ولا الايسر؟ الايمن. ابدا بالايسر. يعني ايه ابدا بالايسر؟ روح هات الايسر ده، الايسر ده اسمه ذا 45، يعني 1 تربيع بكام؟ بواحد. اروح بقى امسك الايمن ده واعيش معاه حياتي. اعيش معاه حياتي ازاي؟ اروح اجيبه كله لازم يطلع بواحد، فلو ما طلعش بواحد يبقى انا عندي حاجه غلط. تعال نجرب كده. جه 30 بكام؟ بنص. جه 45 بواحد على جذر 2. جه 45 بواحد على جذر 2 في جتا 30 بجذر 3 على 2 تحت. جه 45 بواحد على جذر 2 في جتا 60 بنص زائد جتا 45 بواحد على جذر 2 في جا 60 بجذر 3 على 2. بص عشان تعرف انت ماشي صح ولا غلط، اللي موجود في البسط بنفس التعويض هو اللي موجود في المقام، فطالما البسط بيساوي المقام يبقى الناتج بكام؟ بواحد. بس احنا هنعمل له في خطوتين كده ولا حاجه بالآلة يعني. طيب اللي فوق اضرب دول بالآلة، دول 1 على 2 جذر 2 زائد دي جذر 3 على 2 جذر 2 تحت 1 على 2 جذر 2 زائد جذر 3 على 2 جذر 2. عايز تقول ده بيساوي ده يبقى الناتج بواحد، يبقى اذا الطرفان متساويان برضه ماشي. عايز تمسك البسط تحسبه وتبسطه وتمسك المقام تحسبه وتبسطه يطلعوا بيساوي بعض يبقى الطرفان متساويان برضه ماشي. كده ولا كده مش هتفرق. يلا السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بدون استخدام الحاسبه اثبت ده. سهله قوي. طرف ايمن جا 60 جذر 3 على 2. طرف ايسر 2 في جا 30 بنص في جتا 30 بجذر 3 على 2 تطلع بجذر 3 على 2. اذا الطرفان متساويان. اثبت صحة المتطابقة الآتية. عايز اثبت ان ده كله بيساوي 3 على 4. ده جميلة قوي. ليه؟ بروح امسك الطرف الايمن اللي هو اسمه 3 ذا تربيع 45 ناقص 3 جا 60 جتا 30 اهو، يعني 3 في ذا 45 بواحد تربيع 3 في جا 60 بجذر 3 على 2 جتا 30 بجذر 3 على 2. 1 تربيع بواحد في 3 ب3 ناقص جذر 3 في جذر 3 ب3 3 في 3 ب9 يبقى دي 9 على 4. احسب دي بالآلة، الآلة تقول لك دي 3 على 4. يبقى فعلا إذا التلاتة ذا تربيع 45 ناقص 3 جا 60 جتا 30 بتساوي 3 على 4. يلا السؤال اللي بعد كده بيقول لي بدون استخدام الآلة اوجد ده. كلمة احنا فهمنا بدون استخدام الحاسبة يعني مش عايزني اكتب الناتج واطلعه على طول، انا عايز خطوات. يلا يا شباب تعالى نعوض. جتا 60 دي بكام؟ جتا 60 دي بنص تكعيب تربيع زائد جتا 30 بجذر 3 على 2 تربيع زائد ذا 45 بواحد تربيع جا 60 بجذر 3 على 2 جذر 3 على 2 تربيع في ذا 60 بجذر 3 ناقص جا 30 بنص. ربع التربيعات دي كلها ربع زائد 3 على 4 زائد 1 هنا 3 على 4 في جذر 3 اهو ذا 60 بجذر 3 دي مفيش تربيع هنا
كنا هنروح في ده، مفيش تربيع هنا. فدي تبقى 3. ايوه، جذر 3 بجذر 3 ب3 على 2 ناقص نص. تطلع اللي فوق دي، بص دول 1 زائد 1 2، و3 على 2 ناقص 1 على 2 يدينا 2 على 2 اللي هي 1، يبقى الناتج بكام؟ ب2. يلا بيقول لي جت اهي بتساوي الكلام ده كله، عايز قيمه ايه؟ السؤال ده جميل وتعالى اعرفك ازاي بنجيبه. هو لو انا قلت لك جا 30 بكام؟ بنص. طب قلت لك جا س بنص، يبقى الس بكام؟ ب30. برافو عليك. فلو عايز الزاويه على الاله بنعمل شيفت ساين واكتب نص، الاله تقول لي 30. فهي نفس الفكره كده. تعالى بقى نجيبها. هنخلص من دول كلهم. جت اهي ظا 30 بجذر 3 او ب1 على جذر 3 بتساوي جت تكعيب 45، يعني 1 على جذر 2 تكعيب. ماشي؟ طيب بص بقى، هتعمل دي كده 1 على جذر 3، هي دي تربيع خد بالك، يعني دي 1 على جذر 2 تربيع. يلا جت اهي ربع دول تطلع نص. طب حلو قوي. انا عايز اجيب جت اهي، هقسم على الحاجه اللي لازقه في جت اهي اللي هي مين؟ 1 على جذر 3. يعني هكتب على الاله نص على 1 على جذر 3. الاله تقول لي دي جذر 3 على 2. الزاويه اللي الجتا بتاعتها جذر 3 على 2 30. طب لو انت مش حافظ هتعمل على الاله كده، بص شيفت شيفت وتكتب جتا على الاله اللي هي كوزاين. هلاقي الاله عملت لي كوزاين -1 وفتحت قوس، اكتب لها جوه جذر 3 على 2 والتكه يساوي الاله هتقول لي 30. يبقى اقول لنفسي ان ه ب30. يلا السؤال اللي بعد كده، بدون استخدام الاله الحاسبه اثبت ده. سهله قوي. طرف ايمن ظا 60 بجذر 3 ناقص ظا 45 ب1 ربع 3 ربع 1 يبقى 2. 4 في جا 30 بنص و4 في نص ب2، اذا الطرفان متساويان. اللي بعده بدون استخدام الآلة، طرف أيمن جتا 60 بنص جتا 30 بجذر 3 على 2 تربيع. جا 30 بنص تربيع، تربيعاتك دي فكها يبقى 3 على 4 في 1 على 4. حلو. دي كام دي؟ جتا 60. دي تطلع 3 على 8 لو 3 على 16. غالبا دي السؤال ده ايوه كان كده، كان 3 في جتا 60 أس 4. ايوه هو كان في 3 جتا أس 4 60، يعني دي 3 في جتا 60 تطلع 3 في 1 على 16، يعني 3 على 16 يعني بيساووا بعض. يلا اللي بعديها بيقول لي اثبت ان الكلام ده ب3. 4 في جا 30 بنص في ظا 45 ب1 أس 2، يعني 4 في نص ب2 في 1. او اسف احنا عمالين نعمل في 1 وهي زائد 1. احنا فصلنا يا شباب خلي بالك، يعني احنا جبنا اخر كلنا يعني مش انت بس. دي زائد تطلع ب3، يبقى اذا بتساوي 3. يلا بدون استخدام الآلة اوجد او اثبت ان دول بيساووا بعض. تعال نبدأ بالايسر عشان سهلة. 4 في جا 30 بنص 4 في نص ب2. ظا 60 بجذر 3 تربيع. ظا 45 ب1 تربيع، تطلع 3 ناقص 1 يدينا 2. دي 3 3 ناقص 1 يدينا 2. يلا السؤال اللي بعد كده، بدون استخدام الآلة اوجد ناتج ده. سهلة قوي. جا 30 بنص وجا 60 بنص، نص على نص 1 ناقص، او عايز تاخدها خطوة خطوة تعمل نص على نص ناقص جا 30 بجذر 3 على 2 في جا 60 بجذر 3 على 2. نص على نص 1 ناقص دول بالآلة 3 على 2 تطلع سالب نص. يلا اللي بعده، اثبت ان ده بيساوي ده. اثبت ان ده بيساوي ده. جتا 60 بنص تربيع يعني ربع.
تعالى هنا 5 في جا 30 بنص ناقص ده 45 بواحد، يعني 5 في ربع ناقص 1. 5 في ربع 5 على 4 ناقص 1 تدينا ربع. يبقى إذا الطرفان متساويان. يلا عاوز يثبت إن الكلام ده قيمته 3، يلا عوض. جت 45 بواحد على جذر 2 ذا 60 بجذر 3 جا 30 بنص، دي نص زائد دول كده ب3 لان الجذر هيطلع التربيع ناقص نص. بص النص هتروح مع النص تطلع بكام؟ ب3. يبقى فعلا قيمه المقدار ده ب3. يلا بدون استخدام الاله اثبت ان دول بيساووا بعض. تعالى 2 في ذا 30 بواحد على جذر 3، يعني 2 على جذر 3 ده طرف ايسر. تعالى طرف ايمن. ذا 60 بجذر 3 بس 1 ناقص ذا 30 بواحد على جذر 3 لكل تربيع. ادي جذر 3 في 1 ناقص دول تلت، ماشي، يعني جذر 3 في دول كده الآلة تقول لك دي 2 على 3. اضرب فوق وتحت او اضرب دي تبقى 2 جذر 3 على 3. عارف لو كتبت على الآلة 2 على جذر 3 تطلع لك 2 جذر 3 على 3. يبقوا الطرفان متساويان. دي بدون استخدام الآلة الحاسبة. اوجد دول. انت ممكن تجيب كل واحدة وتعوض. يعني ايه؟ جتا 30 بجذر 3 على 2 ناقص جتا 60 بنص في جا 60 بجذر 3 على 2 زائد جا 30 بنص. عارف دول اسمهم عددان مترافقان، بنضرب الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني، فتطلع 3 على 4 ناقص ربع تدينا نص. بيقول لي اوجد قيمة ه. السؤال ده مهم جدا. يلا يبقى جا ه بتساوي جا 60 جذر 3 على 2 جتا 30 بجذر 3 على 2 جا 30 بنص جتا 60 بنص. اضرب دول واضرب دول يبقى جا ه بتساوي دي 3 على 4 دي ربع، يبقى جا ه بنص. الزاوية اللي الجا بتاعتها بنص 30، يبقى ه ب 30. بيقول لي عايز قيمة س. سهلة، س اهي في جا 30 بنص في 1 على جذر 2 تربيع بتساوي جذر 3 على 2 تربيع. فك التربيعات الأول يبقى س في نص بتساوي 3 على 4. نص في نص بربع، يبقى ربع س بتساوي 3 على 4. اقسم على الربع عشان ده اللي جنب س تطلع السين بتساوي 3 عشان دي راحت. 3 على 4 على ربع يدينا 3. هنا إذا كانت 4 جتا 60 جا 30 بتساوي ذا س، عايز قيمة س. عشان أجيب قيمة س لازم أجيب قيمة المقدار ده الأول. يبقى ذا س بتساوي 4 في جتا 60 بنص في جا 30 بنص، يعني ذا س بتساوي، احسب دول يديك 1. إيه الزاوية اللي الظا بتاعتها بواحد؟ 45. يلا جا س بتساوي الكلام ده هتطلع بنص، يبقى الس ب 30. هنا 4 س بتساوي الكلام ده، يلا جتا 30 بجذر 3 على 2 في ذا 30 بواحد على جذر 3 في ذا 45 بواحد. ربع دي ب 3 على 4 ادي ال 4 س اهي في ربع دي بواحد على 3 في 1. احسب دول بواحد على 4 اقسم على 4 عشان اطير دي يطلع السين بواحد على 16. ها هنا عايز قيمة س. سهلة جدا، 2 جا س ذا 60 بجذر 3 2 في ذا 45 بواحد، يعني 2 جا س بتساوي 3 ناقص 2، يعني 2 جا س بتساوي 1. اقسم على الاتنين يبقى جا س بنص، يبقى السين ب 30. ده كلام جميل قوي. عايز قيمة ه. سهل، ذا 30 بكام؟ ذا 30 بواحد على جذر 3، يبقى 1 على جذر 3 جتا ه بتساوي 1 على جذر 2 تربيع، يعني 1 على جذر 3 جتا ه بتساوي نص. اقسم على 1 على جذر 3 عشان دي تضيع، يبقى جتا ه بتساوي
جذر 3 على 2. الزاوية اللي الجتا بتاعتها جذر 3 على 2 30. ظ س بتساوي دول قلناها هتطلع بواحد 45. ج س بتساوي بص لأقرب دقيقة يبقى كده تطلع أرقام عشرية. 3 في ج 30 بنص ج 60 بنص. يبقى ج س دي هتطلع ب3 على 4. مفيش زاوية من اللي احنا أخدناها بتطلع الج 3 على 4. فنعمل إيه بقى؟ شيفت ج يعني ساين 3 على 4. والناتج اللي يطلع أدوس كوما. والناتج اللي يطلع أدوس إيه؟ كوما. هيطلع لي درجات ودقايق وثواني. دي قلناها قبل كده. ج ه بتساوي ظ 60 بجذر 3 تربيع 2 في ظ 60 بجذر 3 2 في ظ 45 بواحد. تطلع ج ه بتساوي 3 ناقص 2 يعني ج ه بواحد. هو بص السؤال هنا عايز قيمة ه زاوية حادة، الحادة ما تطلعش بواحد يبقى دي فاي. احنا عايزين نبص على الرسومات عشان وقت الفيديو ما يطولش. كل المسائل دي يجيب لي بقى في الامتحان سؤال زي ده، يقول لي الزاوية دي 40 ويقول لي انا عاوز ج ج زائد جتا ج. واحدة واحدة. بص يا عم، اولا انا معايا ده 5 ومعايا ده 12. هروح اجيب ده من فيثاغورس، هروح اجيب ا ج من فيثاغورس يبقى 12 تربيع زائد 5 تربيع يطلع ب 13 اهو. عاوز ج ج. ال 40 دي غلطة يا شباب مش موجودة. عاوز ج ج، عاوز ج ج زائد جتا ج. الجا ج مقابل على وتر يعني 5 على 13 زائد الجتا ج 12 على 13. احسبها بالآلة، الآلة تقول لك 17 على 13. يجيب لي دي بقى، دي اللي فيها 40 بيقول لي عايز طول ب ج. سهلة. بص بقى اسمع عشان دي جميلة قوي. اعطيني زاوية ج، اعطيني زاوية ج ب 40 وعاوز أ ب. بص هتعمل ايه؟ هو مين اللي عطوه لك؟ الجيم صح؟ حلو. عاوز اجيب الألف ب وعاوز اجيب الب ج. بص هتعمل ايه؟ تمسك الجا 40 او تمسك زاوية 40 تجيب لها حاجتين، هات لها جا وهات لها جتا. طب ليه؟ بص الجا مقابل على وتر يعني أ ب على 12. لو عملت دي على 1 وعملت مقص يبقى أ ب بتساوي 12 ج 40. لو حسبت دي يبقى انا جبت الأ ب. طب هات الجتا. الجتا مجاور على وتر يعني ب ج على 12. دي على 1 واعمل مقص يبقى ب ج 12 جتا 40. ولو حسبت دي يبقى انت جبت ب ج. حلو قوي. ده مثلث قائم. اول حاجه هروح اكمل الاضلاع، يعني دي قايمه كده، دي هتطلع دي 12 من فيثاغورس ودي 5 من فيثاغورس. هروح اجيب بقى اللي هو عايزه. عايز ظ ج ا د ج ا د. عايز ظ دي. ظ دي مقابل على مجاور يعني 9 على 12. ب ا د ب ا د مقابل على مجاور يبقى 5 على 12 على ظ هي اللي تحت هي اللي فوق بس ناقص 9 على 12 ناقص 5 على 12. وديها للآلة والآلة تتصرف. هكمل. فكرة السؤال ده جميلة قوي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عاوز ب ج دي كلها على بعضها ب 8. عاوز أ ب جتا ب زائد أ ج جتا ج ومش عاطيني غير ال8. ما هي بص الفكرة. جتا ب يعني مقابل على مجاور يعني أ ب في أ ب جتا على وتر أ د آسف أ د. يعني بص الجتا شباب، الجتا بتاعت ب مجاور على وتر يعني ب د. يلا اهي اعذرونا شباب
ب د على أ ب زائد أ ج اللي هي دي جتا ج. جتا ج دي اللي هي د ج على أ ج. بص الألف ب راحت مع الألف ب والألف ج راحت مع الألف ج، يبقى ده اللي هو عايزه، عايز ب د زائد د ج، عايز ب د زائد د ج اللي هو يدينا مين؟ ب ج اللي هو عطيهوني ب 8. طيب ايه اللي بعد كده؟ يديني في الشكل المقابل أ ج د ب 90، أ ج د ب 90 الزاوية دي ب 90 وزاوية ب أ ج ب 90، ب أ ج ب 90. كمل الأضلاع، أكمل لك الأضلاع وأسيبك تجيب الباقي. ده كده وتر، ده كده وتر. تعرف تجيب لي، هو عاطيني أول زاوية أ ج د، تعرف تجيب لي ده؟ من فيثاغورس هربع واطرح 5 تربيع ناقص 4 تربيع واطلع الناتج. طيب ما اعتقدش ان ده ب5. هو الزاوية القايمة دي يا شباب أ د ج وأ د ج، أ د ج اللي تربيع هي اللي قايمة مش دي اللي قايمة، عشان لو انت بتحل المسألة دي خد بالك ماشي. فهتطلع دي ب3، تطلع دي بكام؟ ب3، وهتجيب ده هيطلع ده ب12. بقى معايا أضلاعي كلها. عايز ظا أ ج ب، أ ج ب، عايز ظا الزاوية دي. الظا دي مقابل على مجاور، يعني 5 يعني 12 على 5 زائد ظا أ ج د، أ ج د اللي هي دي. ايوه دي قايمه، دي اللي قايمه، عشان لو كان دي اللي قايمه ما كانش هيطلب المطلوب ده. الظا أ ج د، ادي أ ودي ج ودي د المقابل على المجاور، يعني 4 على 3 وديها للآلة والآلة تتصرف. طيب واللي تحت هعوض واطلع الناتج. هنا ده مثلث قائم ه منتصف ب ج، دي 4 يبقى دي 4، ودي في المنتصف يبقى دي 4، يبقى الضلع ده كله بكام؟ ب8، وده ب8 عشان ده مستطيل ودي ب4. حلو. عاوز ظا أ ه ب، بص أ ه ب، الظا يعني ايه؟ مقابل على مجاور، يعني 4 على 4 زائد ظا أ ج د، أ ج د اللي هي الزاوية دي مقابل على مجاور، يعني 8 على 4 تطلع 1 زائد 2 يدينا 3. هنا عايز يثبت في الشكل المقابل قيمة المقدار ده بصفر، سهلة قوي، هروح اجيب ده تطلع ب 25 من فيثاغورس واشتغل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. معلش تعبناك معانا وطولنا عليك، عملنا لك فيديوهين محترمين، فيديو حساب مثلثات حوالي ساعة او اقل بحاجة بسيطة، فيديو هندسة. اسمع الاثنين وتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله ربنا يكرمك. ليك عندي مفاجأة حلوة قوي، بعت لي رسالة على الرقم دوت، هبعت لك مذكرة فيها شوية أسئلة تراكمي على الهندسة وفيها شوية حاجات قديمة تحفظها عشان أسئلة التراكمي. واشوفكم بخير يا شباب. كان معكم مستر محمد أبو المجد.